رحلتي مع الإنجليزي. بداية رحلتي البحث عن الإنجليزي إن أنا كنت في مدرسة حكومية من اللي هي بتوجع قوي، يعني كأني خريج المرور أو الشهر العقاري أو أي جهة حكومية، يعني خريج الهوا من الآخر. ما كانش فيه إنجليزي عندنا خالص في المدرسة غير على اليافطة كان ترجمة اسم المدرسة بالعربي بالإنجليش. لما دورت شوية وسألت قالوا لي موجود في كتاب التاريخ، فتحت لقيته الاحتلال الإنجليزي، وكمان موجود في الكيمياء بقى معادلات وحاجات كده ومش عارف إيه. المدارس الحكومية الوحيدة هي اللي بتدي حصة الإنجليزي بالعربي. اللغة الأولى كانت عربي واللغة التانية إشارات عشان نقدر نهرب من المدرسين، والمدرسين ما يعرفوش احنا بنعمل إيه. بعد الساعة 2 هناكل ونكت. ورا السور في مدرسين اوعى تنط. احنا كان في جنبنا 4 مدارس، ال4 مدارس دول كانوا مدارس خاصة، يعني هما مش اي جي، مش تعليم امريكان، يعني اولاد وبنات وبيروحوا ويجوا في اتوبيسات مكيفة وفي اختلاط وحاجات وحشة يعني. فكان بالنسبة لنا مدارس كافرة. احنا المدرسة بتاعتنا كلها كانت ولاد، وممنوع دخول المدرسات او اولياء امور. واولياء امور لو واحدة ست يعني داخلة طالب عندنا لازم يخش معاها محرم، عشان مش عشان تعرف تخش، لا عشان تعرف تطلع. احنا ما كناش عاديين، احنا كان عندنا ثورة هرمونية جوانا مخليانا سابقين عصرنا. يعني مثلا كان ممكن تلاقي واحد عندنا مثلا تخش تسلم عليه تفتكره ولي امر يطلع طالب، لكن في واحد صاحبنا مثلا انا مسميه الحاج علي، لان هو يعني ايه خد هرموناته وسبقنا واتجوز وخلف. الثانويه العامه مش هتقف في طريق، يعني انا هكون نفسي ابتدى، هو ركب وابتدى يعني. الثانويه العامه عدت كده زي السناب بتاعت المعلم سانوس، نخلص من المحور ده خالص ونخش في محور تاني اسمه الجامعة. للأسف كأي شاب بيحلم غصب عننا، يعني بنحلم بحاجات نفسنا نحققها. حلمت إن أنا نفسي أبقى مذيع، فكنت عايز أقدم في كلية آداب إعلام، فبابا قال لي هايل، ده حلمك زي الفل مفيش مشكلة، بس أنت تخش تجارة إنجليش. ليه يا بابا في إيه؟ عشان السوق محتاج كده. عملت ثورة في البيت بجد، وبعدين يعني خلاص كنت عامل ثورة، ما باكلش يعني غير وجبة واحدة. دخلت تجارة انجليش وبنها بقى. طبعا في ناس تتفرج عليا، والكومنت المحتمل اللي هيتكتب لي على الفيديو اللي هو يا عم احمد ربنا، يا عم انت في تجارة انجليش وانت في ايه؟ لا مش عايزها. ما كنتش بحلم بيها يعني. طب ما النوتيلا حلوة فشخ، بس في ناس بتكرهها يعني بتحبهاش. دخلت تجارة انجليش بنها، وبرضه كنت بدور على الانجليزي فين مفيش. المفروض تجارة انجليش يعني ندرس كل حاجة بالانجليش، كنا ندرس بالعربي برضه. ملخص حدوتة الجامعة دي ازيكم يا اولاد؟ الاكونتنج سهله وبسيطه، ما فيهاش حاجه والله العظيم، ما فيها حاجه. الشركه اهي عملت ريفينيوز هنسقف لها، ما عملتش ريفينيوز وعملت اكسبانسز اكتر من الريفينيوز، قسما بالله لا تخسر وتقفل وتتشرط في الشارع. ده كان فاصل من محاضره الاكونتنج. ما لقيتش برضو الانجليزي خالص في الجامعه، مع اني في تجاره انجليزي. لا، وكان حد يسالني لو انت تجاره، لا تجاره انجلش، يقول لي انت جامد فشخ. واتخرجت من الجامعة واكتشفت إن أنا عريان. يا ريت بجد كنت عريان بجد، لأن كنت هلبس، المشكلة اتحلت. كنت عريان ذهنيا ولغويا، خريج تجارة انجلش ما بعرفش أقول كلمتين على بعض إنجليزي يعني. أول انترفيو ليا كان بالنسبة لي معجنة بجد، يعني اللي هو ماي نيم از، كان في كمية تعمل ريميك لأغنية. خلاص عشان بفتكر القرف. زي حديث التخرج انا كنت عندي شهوة، هي مش شهوة، حمية كده فاهم، هايج من الاخر على الكورسات. خدت كمية كورسات ملهاش حصر ولا عدد، والله بجد خدت كمية كورسات. بس الكورس الوحيد اللي فاكره عشان كان هو اغلى واحد فيهم اوراكل فاينانس. الحاجة الوحيدة بجد اللي استفدتها من الكورس ده هي ان الكبدة حديد والسجق بروتين، عشان كنت كل يوم بعد الكورس اروح اكل عند ابو رامي. كان موضوع هايل بصراحة. ركز معايا بقى عشان اقول لك انا وصلت ازاي ان انا اقدر يبقى معايا شويه انجليزي اقدر اتعامل فيهم في الشغل. مش عارف ايه، اصل انت مش مطالب ان انت يبقى معاك انجليزي الواو اللي هو بتاع شريف فايد وساره صبري، لا الناس دي متقفلين بره زي العربيات كده، متقفله بره، فمش هينفع مش هتعرف تعمل زيها هنا. وبعدين الناس دي يعني مثلا شريف فايد ده واحد هيبقى عارف كل حاجه معناها ايه بالانجليزي، يعني انت لو سالته الشطافه معناها ايه هيقول لك اه. فانت استحاله تبقى توصل للليفل ده، مش دلوقتي هتوصل والله مفيش حاجه مستحيل، بس يبقى عندك الاساسيات. مبدئيا هتروح تاخد كورس انجلش، دي الخطوه الروتينيه الوحيده اللي في الحوار. تروح تاخد كورس انجلش، لان هم دول الناس الوحيده اللي تقدر تعلمك ازاي تكون جمله، تلعب في الجمله، تحط تعمل مش عارف ايه، تكون الجمله ازاي والجمله يبقى زمانها صح وكل حاجه فيها صح. عرفت ازاي بتكون الجمله؟ تعال نلم كلمات بقى عشان نحطها على الجمل. لازم الكلمات بالنطق الصح، فنلم كلمات بالنطق الصح ازاي؟ نلمها ازاي؟ طيب، اول حاجه هتتفرج على افلام انجلش بالترجمه الانجليش، وتجيب كراسه صغيره تقعد تكتب فيها الكلمات الانجليش دي معناها ايه، وتركز مع الناس وهما بينطقوا. ان شاء الله تتفرج على الفيلم في 12 ساعة، بس طلع كل الكلمات وكل المواقف وقتها. هتكتشف شوية كلمات عمرك في حياتك ما كنت تعرفها، وهتقدر تنطقها صح، وممكن توقف وتكتب المشهد نفسه وتمثله وتتكلم زيهم وتطلع الفوناتك زيهم. دي هتوصلك. 2، الأغاني الإنجليش تسمعها بالليركس بتاعتها الإنجليش،
وتقعد تجرب وتقول وبتاع وتقعد تغني وتتكلم بسرعة مش عارف ايه وتعمل كذا 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 وتقعد تجرب وتحفظ الكلمات دي وتحاول توظفها وتحاول تحطها في أزمنة معينة وتروح وتيجي وبتاع. الموضوع هو عايز تعب طبعا يعني. رقم واحد هو محتاج راجل، فأنا آسف محتاج حد عنده كوميتمنت التزام وعايز إن أنا أوصل وخلاص بس. تالت حاجة الكتب الإنجليش اقراها وطلع الكلمات وتكتب بالقلم الرصاص دي معناها كذا معناها كذا معناها كذا معناها كذا، وتيجي بعد آخر كل كتاب يبقى عندك نوت الكتاب ده أنا خلصت منه إيه، كل الكلمات اللي خرجت بيها منه إيه، فاهم؟ فيبقى عندك مجموعة كلمات كتيرة أوي تقدر تتكلم بيها، وأنت عندك أساس اللي هو الجملة بتتكون إزاي والأزمنة بتتكون إزاي، وتقوم حاطط ده على ده وهتطلع بشغل كويس أوي وهتقدر تتكلم. الحقيقة مش عارف الفيديو ده هيفيدكوا ولا لأ، بس أنا دي تجربتي مع الإنجليزي ويمكن حد فيكوا يستفاد منها يعني لو عايز يعمل زي يعني. بس بجد تجربة كويسة وهتجيب معاك أوي 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 أحسن ما تقعد تدفع في الكورسات زي المكنة وفي الآخر ما يحصلكش حاجة.